السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم ونرحب بشيوخنا الأجلاء في متحفكم المتحف المتجول الثقافي اللي أسسه الأستاذ هاشم طراد. واحنا حقيقة سوينا هذا اللقاء حتى نبعث رسالة اطمئنان للعالم وخصوصا إلى عشائرنا الكريمة في عموم العراق من زاخو حد الفوق، مثل ما تحصلون العشائر العراقية تمتلك وثائق وأدلة على تاريخ العراق الحديث، والشاهد الحي هو موجود في بنية العشائرية. والمجتمع العراقي مجتمع عشائري، كثير من المراحل اللي مر بيها عندما غاب القانون الوضعي، شوف حضور العشيرة كان صمام الأمان وقدرة أنه يسير المجتمع بالطريق الصحيح. لذلك احنا ندعوكم من خلال هذا الفيديو ومن خلال تواجد شيوخنا الأجلاء أنه كل من يمتلك وثائق وأدلة يجيب لنا المتحف المتجول، لأن احنا في النية وعندنا وثائق جاب لنا الأستاذ أبو رضا، الشيخ أبو رضا، عندنا في النية أنه إقامة معرض عشائري كبير ونريد نشارك فيه كله. أنا راح أترك الكلمة والتوضيحية الأكثر من أستاذنا أبو رضا، فأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا في شيوخنا الأجلاء. الله يسلمك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شكري وتقديري لإدارة المتحف أستاذ هاشم طراد، أستاذ ستار، وأهل أحيي أن هذا المكان وضيوفنا الكرام أنه السيد أمين سيد الضيوف من قلعة السكر، والشيخ أحمد إبراهيم المشلب شيخ عام عشاء قبيلة الحميد، والسيد معتز ابن السيد أمين، والشيخ عبد الركابي، وأبو موسى الغفراوي، وعندنا طبعا خطار من مصر خلف الكواليس ما طالع، وباب حجاني، وأهلا وسهلا بكم. احنا عندنا هذا الفقره العشائريه كان يعني برعايه الاستاذ هاشم طراد واستاذ ستار، وهاي الفقره من عندهم، بس احنا كنا عون انهم ونسندهم ونريد من عشائرنا الكريمه شكو شيء عندهم يعني يثبت قديم بريطاني عثماني، اقصد انه وثائق او ختم او اي شيء، يجينا نسوي معرض كبير عشائري حتى تكون لعشائرنا الكريمه دور كبير وتدخل الثقافه. هاي المتحف مو بس على ثقافه العراق، على ثقافه العرب كلها والعالم كلها، اكو زوار اجانب اكو كذا. احنا نريد بصمه عشائريه حقيقيه صادقه وتكون مشاركينا، ونشكر شيوخنا الاجلاء واللي عندهم وثائق نقول يتقدمون لنا. وانا اليوم اترك الحديث للسيد امين والشيخ احمد ابراهيم خطارنا من قلعه السكر، كانوا تلبيه هاي الدعوه وهم داعمين لهذا الشيء، وان شاء الله ينبني المتحف على هيك ناس انه تترك لك بصمه وتحييك وتريد منك. واهلا وسهلا بك. اولا نقدم شكر وتقدير عالي نقدم شكر وتقدير عالي لاساتذه مؤسسي هذا هاشم طراد، الاستاذ هاشم، الاستاذ ستار، للجهود المبينه المبذوله في اداء هذا المشروع. ثانيا انطلاقا من المقوله التي تقول يحفظ التاريخ عبر الماضي حاضر المستقبل، ومن اجل ان نجسد تاريخ عشائرنا الكريمه بكل تفاصيلها منذ البدء الى وقت الحالي، ادعو كافه المشايخ والساده بتزويد المتحف بما موجود من ادله وشواهد تاريخيه تليق بسمعه المجتمع العراقي، لان العشيره هي النواه الاولى من المجتمع العراقي الابي، وكلنا امل بأن تكون هذه الخطوة مباركة وناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكر كل العاملين في هذا المتحف، وأشكر الدعوة الكريمة من خلال الشيخ أبو رضا اللي خلانا نطلع بشكل ميداني على كل الدرجات الواضحة الإيجابية التي تعني بمسيرة شعبنا وإلى أمام نجد كل شيء يخدم بنا ومجتمعنا كرامتنا وعزتنا. شكرا جزيلا ومفتوحا الشيوخ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر استاذ هاشم واستاذ ستار، واشكر الشيخ ابو رضا على هذه الدعوه الكريمه، واشكر كل العاملين بهذا المتحف. طبعا هذه المتحف عندهم خطوه جباره، خطوه متقدمه في تقدم تاريخ العشائر العراقيه. طبعا العشائر العراقيه هي تاريخ او اصل الدول العربيه، هي العشائر العراقيه انبثقت من اليمن وهاجرت الى جميع انحاء الوطن العربي. بالنسبة لنا ندعو من هذا المكان ومن هذا المنبر جميع عشائرنا العراقية، كل من يمتلك أي معلومة تراثية أو أي ختم أو أي مثلا صحيفة تاريخية قديمة أن يجيبها للمتحف. طبعا راح تكون محفوظة باسمه ويقدر يسحبها بأي وقت، حتى الإخوان برضه يقدمون أو إدارة المتحف تقدم مهرجان أو افتتاحية تاريخية باسم العشائر العراقية. طبعا هذا يصب في من راح ينقل تاريخ
امجاد العراق والحضاره العراقيه الحضارات منا موقف نصار واحنا صاعدين، احنا اصحاب المسلات الاولى، نسولف على ارنب وعلى واجب وعلى لقج وعلى عشتار، هاي المسلات وهاي الاسماء التاريخيه والمدن التاريخيه القديمه كلها اجت من العراق، فاكيد كل عشائرنا العراقيه عندها وثائق تاريخيه موجوده، فاطلب من عندهم مساعده الاخ أبو رضا واداره المتحف بجلب هذه الوثائق التاريخيه حتى يتسنى اقامه معرض او متحف شامل وتكون افتتاحيه بغداد المتحف العراقي الموجود هناك، وان شاء الله كلها الصف في تاريخ العراق وحفظ تاريخ العراق. وشكرا لكم. شكرا لكم واهلا وسهلا بكم، شرفتونا بهذا الحضور، وان شاء الله يكون ان شاء الله هذه الدعوه تكون هي نواه لتاسيس هذا البناء العشائري وهذا البناء القبلي، لانه مثل ما تعرفون العراق هو اللي انار عتمه الفكر الانساني، وهو اللي بنى وصنع الحرف وعلم العالم الانسانيه، علم العالم المدنيه، علم العالم صناعه العجله، فالعراق كله عوده، فما معقوله انه احنا العراقيين هسه احنا نفتقد الى تاريخنا، لذلك احنا نسعى من خلال هاي الوجوه الطيبه، نسعى الى اعاده بناء التاريخ من خلال جلب الوثائق وخصوصا المخطوطات. شكرا لكم واهلا وسهلا بكم.